من دقيت بابي جبت وياك الحزن خطار ماين، والفرح طلعته برا، وانا من شقيت زيج احترقت ايدي، وانت من شقيت زيجك شفنا قمره. كان عمري نهر غافي غافي ومايه صافي، وخنجرك مثل البلم بالليل طره. إذا مشاهدينا الكرام متابعين قناة دجلة الفضائية، نبدأ وياكم حلقة جديدة من برنامج هيل وليل، وضيف آخر، ضيف رائع ومبدع من الناصرية الحبيبة، من ذيقار الشطرة بالتحديد، شاعر ما تربطني بصداقة. اللي جابه بالبرنامج جاب الشعر، هو شاعر مبدع ويستحق يكون ضيف ويانا وياكم المبدع صادق الجهلاوي. أهلا وسهلا بك أستاذ صادق. شلونك يا روحي؟ الله يسلمك ويعزك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا غالي. شلون طريقك وضعك؟ والله الحمد لله. لا الحمد لله. ما شاء الله الرزق كثران هالايام وحفلاتك. جيت من النجف مو؟ اي من النجف. كم يوم صار لك من النجف؟ اولت البارحه جيت. صار يومين. ما شاء الله. وما رديت لاهلك؟ لا ما والله جاي. كل هلا بك تستحق. الله يخليك بحضرتك. صادق، السؤال اللي يتبادر يعني بذهني وبذهن اغلب الشعراء الموجودين حاليا، انه صادق الجهلاوي صار له 11 سنه يكتب شعر. نعم. لكن قبل سنه نقول لمع نجمه وانعرف. يعني هاي الفتره وين العشر سنين؟ واللي صار شنو انت مخطط له؟ متوقع بيوم من الايام راح يلمع نجمه؟ لا بدون اي تخطيط. وهو فشنو اللي صار يعني؟ اللي صار انا بديت الكتابه بال 2003. 2003. حلو. بال بدايتك الفعليه لو الطبيعيه؟ لا الطبيعيه. نعم. بال 2005 ارتقيت منصه. أمسية أسسها الأستاذ عماد العقيلي، تحيات من هذا الأستاذ. فعلا تعب على الشعراء الموجودين حاليا. زين. فبهاي الأمسية طلعت من ضمن الشعراء اللي موجودين. بال 2006 أول منصة ارتقيتها هي منصة الزبير. حلو. خارج محافظة خارج محافظة. بال 2008 شاركت برنامج نجوم الشعر اللي هي المرحلة اللي كنت موجود بها، وصلت بالمرحلة الرابعة. تمام. حلو. بنفس آخر السنة تقريبا 2009 كان عنده آخر لقاء هو ويشهد. من 2009 ل 2012 ترى ابتعدت عن الساحة. كان سبب عمل وظروف خاصة فابتعدت عن الساحة. أما اللي عادني للساحة فنوصل له بالأسئلة الجاية. يعني هاي الفترة يعني تحس ما بيها توازن، يعني يكون مثلا فترة 11 سنة المفروض الإبداع يكون مثل السلم تصاعدي. أنت غبت يعني فترة 10 سنين، وإلا بعام واحد ما شاء الله صادق الجهلاوي بالسوشيال ميديا بشكل عام، مواقع الانترنت كلها، التواصل الاجتماعي عفوا، يوتيوب، فيسبوك، متواجد بكثره. يعني هذا الحمد لله. موفق ان شاء الله، موفق ان شاء الله. الله يخليك. اكيد ننتظر ترطب مسامعنا بقصيده حتى ندخل بالفقرات بشكل مباشر. من اختياري؟ على راحتك. قصيده وطنيه. اوكي. وين ماخذني الدرب ما بي سفار، الغربة ظلمة وبالظلام تعيش ذل، عفت شمس الله بوطن بيدا حباب، وقمت تتوسل شمع ما يشتعل. بوطن غيري منمشي ويحل ذليل، الديرة مو ديرة نذن ما عد حل، وانت تدري براسي ناشف من زمان، من ابويا استنكف يقل لي نزل. الله الضحكة بالغربة وحيدة تخاف اكيد، من تفك باب الشفايف تنكتل. لو بدمعة من الجفن وقت الغروب، لو بصفنة ليل اللي يفارق لخل. الهوى يمرني وريتي مختنقة شوق، متانية النسمة تهب من الجفن. بيا دمعة عاجر قبال الجهاد، وبيا لهفة شوق هالحضن الطفل. هذا حالي من ابتعد عني العراق، يصيبني الوهواس وبشوق اشتعل. ولا تقل لي بهالوطن ما ظل امان، هاي كلمة تقوم افعال النذل. قل لي راجع حتى فوق قلب الحدود. الله حتى شيل من الوطن ربع الحمل. الله حتى زف بغداد لحظان الجنوب.
حتى سوي السومر وباب الحفل. أرد أعيدا كل حضارات العراق، وارد أزين شارب الماء العدل. الله. عمر خلصت بمحطات القطار. اي والله. حفظ وجه الريل قد ما شافني. الله الله. من قلت له وياك ما عافاني غاد، بس اخوي الدار وجهه وعافني. الله. بس اخوي الدار وجهه وعافني. الله عليك. ما شاء الله، يعني حتى بالقصيدة الوطنية أكيد روح الوجدان والعاطفة يعني موجود عندك، وهذا برأيي اللي يعمر القصيدة. دائما القصيدة يكون فيها حس عاطفي، حس تعبيري، حتى الناس دائما تبقى تحتاجها بكل وقت. والوجدان بكل مجال. أي. بالوطني، بالحسيني، هذا نادر. اي نادرا فعلا. يعني اغلب القصائد الوطنية احنا نسمعها قصائد مثل ما تقول فكرية، ما نابعة من الروح، نابعة من العقل يعني. فعلا. المعروف عنك يعني تكتب قصص حقيقية بكثرة. اي نعم. يعني اغلب قصائدك العاطفية قصص حقيقية. اي نعم. اها. نرتبط قصة معي. قصة واحدة. اي قصة واحدة معي. على سلسلة قصائد. طول فترة كتابتك بهاي طول الفترة اللي هي من 2012. هاي ال3 سنين. اي. اها. اي نعم. لعد طمعتنا يعني ناخذك فقرة قصة قصيدة، ونسمع منك من بين هاي القصص تختار لنا قصة حلوة ونسمع قصيدتها أيضا. هي أول قصيدة انطلقت بهاي القصة. كنت أحب البنية. حلو صار الحكي هسه. فعلاقة فترة ما يقارب 3 سنوات. فما صار انه القسمة، ما صار اكثر من مرة ومرتين. شنو التفاصيل المانع؟ شنو اللي ما انطوها اهلها، ما انطوها اللي هي يعني الابن عنها او احد اقربائها. النهوى بما هانها وعليها. ايه. فتزوجت الله يوفقها. الله يوفقها ان شاء الله. بيوم اللي تزوجت جاني مسج انه انا راح اطلع من الصالون. كان الوقت الساعة 2. هاي التواصل بينكم لحد يوم. ايه. ما شاء الله. شنو العلاقة؟ فاجت القصيدة يقول والله ما ندمان. والله ما ندمان، بس فشل الضمير. صوش ما بينا وفشلنا اثنين، وكنا متفقين ما عندنا اختلاف. منين حط الله العشيرة بينا؟ الله الله. بنص تموز حش معاب ما جاب الهوى ضاق، وسألته ليش شماله جاب لك نيشان ما جاب بدرب السدر والكافور لي. الله الله الله. الساعة 2. بشر خدوش بيابا خد قادوش وبياك بغشيم. زروقوا سيارتك وانا اشتهيت خشبة التابوت ومغيس القديم. هلهلوا بجفاك وانا اسمع وراي صوت اللي يكبر حلو كلش حنين. البرقع ولون الشفن يتشابهون، الفرق بيناتهم صفقة ونين. من طلعت ببابكم ما شفت روح. الله. غنت اعزاز وحريمه وتايبين. لو انشات الروح هم شاخ ضريت، وشاصرت شجره وقسم للعاشقين. والشلت ريت نفس من قاودوك. الله. شفك وشفه فلا متوالمين. الله الله. والشلت ريت نفس من قاودوك. شفك وشفه فلا متوالمين. الورد قلش جابره يعاشر لشوك. اي والله. وبقفا عايف لشجره دارسين. الله الله الله. الورد قلش جابره يعاشر لشوك. الله. وبقفا عايف لشجره دارسين. يروح حاسب قلبه وخيعون بسبب ما ظل خل ينشد. يمنعون الحظب والفه وخيعون اللي يفارج والفه وتلف المنيه. الله الله عليك. قصيدة على نفس الموضوع بعد أريد ما دام أغلب قصائد. آخر قصيدة انكتبت في هذا الموضوع؟ أي والله. سمعت ايش كاتب، عفوا قلبتهن واشتهيت اقرا لها، واللي ببالي يدور احسه بباله.
قلبتهن واشتهيت اقرا لها، واللي ببالي يدور احسه ببالها. شفت شنو الضال من الذكريات، هن صورتها وعطرها وشالها. الله. وقمت احاكي الصوره واسمع يم صوت ما ادري يصيح للدناله. الله. واركض مفرفح والاخر صاح وين هي تعبانه دخلها بحالها. قلت له لا بس ارد احاكيها واروح، ارد اشوف غيابي يمكن سالها، ارد اقلها وداعت امي وروح ابوي روحي عقبك كل شي ما تسوالها. الله. وخاف حسبالك نمت ليلي بجفاك، لا وحق ما انشاف خيالها. وقمت اقلها شلون ليلك من وراي، تقول لي مثل ما حظت باطفالها. لا تغمض عينها ولا تستراحش، ما تريد تنام تتراوالها. اي وداعت هاي اللي بحضنك جفاك، احسد المرتاحه عند عيالها. الله. وانت تدري ما حظت باول حبيب، دوم يبقى اول عشق شتاتها. الله. الله. البيتين عزيز. اي وداعت هاي اللي بحضنك جفاك، احسد المرتاحه عند عيالها. وانت تدري ما حظت باول حبيب، دوم يبقى اول عشق شتاتها. حتى هاي المقبره مخلقت كبير، ليش ما تاخذني ما ادري شمال. الله. الله. ودنقت قدامها وقالت لي قوم، المهره هيبتها بعزم خيالها. شيل راسك يوم رفعت راسي بيك، النجمه ما تنشاف لولا هلالها. التجى حسره بدليله لا يبتها، ترى بالليل تقتل لا يبتها. يا رب لا اخذت عمري، لا جبتها. لا يا احد عايش ومقطوع بي. الله. الله عليك الله. تدري اكو ناس يعني تفرح من الشاعر يمر بمرحله فراق فعلا، لان الابداع اذا مشاعرك رتيبه والامور تمام ما راح اكو شيء يستفز قريحتك. ما تقدر. فانا اشكرها، واحد من الناس اشكرها ابتعدت عنك. الله يخليك. اي والله. صادق، ايش قد تعطي وقت باليوم للفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي؟ تقريبا 3/4 وقتي للفيسبوك. شلونها؟ ايش قد يعني؟ يعني ما يقارب اذا ارد اقلل. عندك حبيبة نطرة لو متابع تعليقات لو شنو؟ لا بس هو واجب ان تهتم بالجمهور، الجمهور انا هسه اريدك تطلع من جو القصيدة لان عيونك مدمعة الله يخليك. اي والله اريدك تطب بمود الفيس. لا بالنسبة للفيس لازم انه تتابع، لان اكو جمهور يسأل عنك، اكو ناس لها حق عليك. اي فتقريبا يجوز اذا اقلل لك انه 12 ساعة قليل. المسجات التعليقات كلها ترد عليها لو بس؟ مو كلها، لان اذا يعني ذا كلها ما تقدر ما ترد عليها، لكن اللي اقدر اجاوبه، واللي ما اقدر فانا اعتذر جدا. يعني توجه اعتذار للناس اللي ما تقدر ترد عليهم. عندنا فقرة فيسبوك. مرات الفقرة يصير بها احراجات، مرات ما اعرف بعد انت. لا مسألة طبيعية الاحراجات وايضا ننوه لجمهورنا العزيز، يعني احنا عندنا بث مباشر على الفيسبوك من خلال بيج هيل وليل، اللي متعلق بالفيس لدرجة خيالية يقدر يتابعنا من خلال الفيسبوك. صادق نروح لفقرة فيسبوك ونشوف الناس نروح شلون تفاعلت ويا البوست مالتك. ابو ادم الماجي، تحياتي لك راد فتيان، ضيفك صادق الجهلاوي. سؤالي وصادق، ليش وقت يبقى يكتب عن حبيبته؟ وهل يهمه انتقاد الناس؟ ان شاء الله حلقه رائعه. الله يخليك. الكاميرا لك تقدر تجاوبه بشكل مباشر، انا مجرد اوصل لك اسئله الجمهور. لا هو ما تقدر تحدد انه ليش وقت تبغى تكتب، لان ما تعرف انه بيا ظرف وبيا موقف يصير تكتب به. لكن الانتقاد ما اعتقد يهمني، لان انا سابقا قلت لهم عندما قالوا لا يجيد الكتابه الا في هذا الموضوع، قلت نعم، لاني لا اجد موضوع اهم من حبيبتي. الله الله. الشاعر المبدع حبيبنا سيد غزوان الغالبي، تحياتنا له. سيد غزوان حبيبي راد، انا اول مره اعلق، مسوي مني يا سيد، مسوي مني علينا بتعليقك. وعلى اساس قبل يعلق بدوي قلبك. انا اول مره اعلق، تحياتي لك والحبيب صادق الجهلاوي. صادق وجدت انسان صادق في حبه. الله. سؤال، لماذا كان مختفي عن الساحه الشعريه؟ يمكن جاوبت عن هذا السؤال. جاوبت عنه. مع العلم هو تشارك ببرنامج نشوف، نعم نوه على هذا الموضوع. وهل لبيئة الناصرية تأثير عليه؟ ناصرية سولف لنا. ناصرية ليش توصف؟
هو يقول يعني لها بيئتها الشعريه لها تاثير عليه. اكيد اكيد. بيئه الناصريه مو تخلق شاعر وانها تصنع شاعر. نعم. لان انت هسه يعني اذا اريد اقول لك يجوز اللي يكتبون داخل الناصريه اذا اريد اقللهم لكم 70%. فاكيد هذا الاحتكاك وهاي البيئه وهذا المدينه الشاعره لها تاثير على صادق. هي مدينه تتنفس شعر، واكيد اي بذره شعريه يمكن الناصريه ارض خصبه حتى تنبت وحتى تثمر. الشاعر مصعب الفياض، تحياتنا لك، مساء عافيه صادق. لو لم تكن قصه حبيبتك موجوده بحياتك، اذا ما موجوده القصه، تاخذ هذا الصدى الكبير؟ هل سيكون صادق بهذه النجوميه؟ الله العالم، لكن ما اعتقد بهالنجوميه هاي. هي سبب اذا حقيقي سبب بافراز موهبتك سبب بلمعانها ايضا. تحياتي لكم حيدر. هل كان لمواقع التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك واليوتيوب في شهرة صادق الجهلاوي وانتشاره الواسع؟ اكيد. هسه انت بالنسبه للفيس واليوتيوب يعني مجرد ما تحكي فد شيء انتشر، وهذا اكيد له فضل وله الساحه الشعريه على الكل، مو بس على صادق، على كل الشعراء. بالضبط. ليش اكو شعراء يقولون احنا الاعلام ظالمنا؟ اذا اكو هاي المواقع التواصل الاجتماعي، اليوم القصيده الحلوه بليله ويوم تلقى عليها 2000 شير وماكو واحد بالعراق ما شايفها. على سبيل المثال انا قلت لك من يا سنه كتبت ويا سنه ما عندي الا لقاء واحد. صح. فما اعتقد الاعلام يظلم شخص بهذا حاليا، اما قبل لا. صح. قبل نقول اكو اليوم اكو البديل او اكو بديل، وجوز افضل. اكو بديل، اكو فيس، اكو يوتيوب. ما تؤمن يعني بنظريه المعلوميه الاعلاميه؟ لا ما لها علاقه. مصطفى عبد الكريم، قلت احبك فزعت علي العمام، فزعت المشخاب من طاح الشلب. الله. بدايه نورت الشاشه انت وابو ود الطيب. البيت اعلاه حقيقي او مجرد موضوع؟ قصيده مستوحاه من الخيال. لا حقيقي. بيت حقيقي. الشاعر المبدع حيدر حطاب، احبكم اثنينكم، انا هم احبك يا حيدوري، وسلم لي على صادق. خلي يسولف قصه الساعه بالثنتين سولفناها، هذا الطلب قبل ما تنطلق الحلقه. حلو هذا السؤال من حماده السراي. صادق الجهلاوي، لو ما صاير شاعر شلون راح تعبر عن اللي بداخلك باي طريقه؟ وانت شاعر صدق الله يوفقك. انت هالقصه اللي مريت بيها لو ما شاعر صدق شلون تعبر عنها؟ لا انا اعتقد ما اتحمل يوم واحد. يعني هسه احنا اليوم الشعراء نختلف عن باقي الناس. شيء اكيد نختلف. يعني الشخص العادي اللي يمر بنكبه او هم نقدر نطلع اللي بداخلنا. حلو. لكن الله يساعد الناس. اي والله. الله يساعد الناس. لذلك الناس اغلبهم بدأوا يتلقون الشعر لان يشوفون الشاعر من الساعه 1 بالمهرجان شتمني. واحد بالمهرجان من الساعه شتمني. شتمك ليش؟ والله جاي اقرا بالله هو يعني جت على جرح. اي لا هو خلوه بنقطه. هاي مو شتيمه، احنا نسميها مدح عراقي. هاي بالعراق من يمدحك يغلط عليك، ما اعرف الموضوع. هاي بعد. اذا نتواصل ويا اسئله اليوم حلوه وكل اسئله قيمه. سؤال رائد بس ممكن تاخذه اكيد ممكن يا ادهم سليم. صادق الجهلاوي عنده نصين ممكن يفسرهن. الاول السويه يا لاهي واشتم العيد. السويه اسويها اسويها يا لاهي واشتم العيد واقول له المثل وجهك خان بي. سب العيد مو حرام؟ علامه استفهام. انا قايل اسويها. اسويها يعني اوصل لمرحله الالحاد. يعني هو تساؤل. لا انا التساؤل اساله اقول له اسويها يا لاهي. وانا بعد ما نسويها. بالضبط. تمام واضح. هو تعبير مجازي يا ادم هذا يسموه. الثاني جفان ودارن عيوني لا عالباي منهدها وما ذكرت الله بنسيه. عدم ذكر الله شنو السبب هنا؟ هنا هو هذا البيت انفهم على اكثر من مفهوم. لكن المفهوم الحقيقي ما حد فهم. انا من اقول
جفان ودارن عيوني لعل باشي، اكيد بعد ما راح اقدر اصلي. اها. من باب الصلاه. اي. جفان ودارن عيوني لعلباي، من هذا ما ذكرت الله مسي، يعني ما يعني اليوم الاعمى ما يصلي؟ انا اقول دارن. ها، بمعنى انه القبله تاهت عليك اي تاه عليك كل شيء. اها واضح. عباس، الباقي لقب ما حتى ما مر علي. انا اتمنى من المبدع صادق الجهلاوي ان لا يكف عن عتاب الحبيبه ابد، لين يبدع من يكتب وجع وسالي. ليش؟ مره يجيب الخيانه ويقول منين الله حط العشيره بيننا، ومره يقول قنع بواقعك. يعني الشغله اكيد طالعه من ايد الحبيبه، فما تعتبر هاي خيانه او تنام؟ شنو جوابك؟ لا فعلا هو جاي يذكر لك ابيات من قصيده. اي يعني ابيات كل معنى، اي كل توجه. هذا تناقض لو شنو؟ لا مو تناقض. اها. لا هو انت سدام تابع القصائد اللي قريتها واللي راح يوصلن لك واللي راح اقراهن، انه نهائيا ما بيها كل ذنب. اذا هسه بدت الاسئله تصير مكرره، يعني ما شاء الله. يعني قصه حبيبتك ماكو واحد بالعراق ما يعرفها، واغلب الطلبات اي طلب يعني قصيده عاطفيه او على الموضوع، او يعني بس هو بهذا الجو. راح نختم فقره فيسبوك. شكرا لكل اخواننا المعلقين، ونعتذر من اللي ما اخذنا تعليقاتهم. اكيد احنا دائما نعطي اكثر من 10 دقائق ويا القصيده يصير ربع ساعه بس الفقره فيسبوك، وبعدك ناس تعتذر فاعذرونا يعني. نختم فقره فيسبوك بقصيده على نفس الموضوع. سمعت ايش كاتب وهلت عينه، اها، وذابت وذبلن ايام سنينه، وسولفت حسره وهو الله عليها ضاق، وطاحت وما لقت غير يعينها، وفرفحت روحي وهمت لكن نسيت القدر حاجز شان بيني وبينها. الله. وسولف لي عيونها وادري ايش تقول، الفراشه تبين من طحينها، ولا حد يقول لي عليها شلونها، ولا حد يقول لي ايش حكت بعيونها. الله. سولفت لها على القسمه ونصيب، وسولفت لي ايش حال اللي يغصبونها. الله. وقمت اقول لها العافيه، تقول لي انت غير، الغصب راحت عافيتها تخونها. الله. الله. وقمت اقول لها العافيه، تقول لي انت غير، الغصب راحت عافيتها تخونها. وقمت اقول لها يا عوض الله، تقول لي بيش، بالله هسه بحبك يعايرونها، بالخذوا منها الهوى وصاحت هواك، بعازة الوشلة نفس يطونها. الله. اسكت بداعة شكو بيا لك شوك، واسكت ويجدح شرار عيونها، وارجع لها بكلمة الله كريم، وترجع تقل صورنا شلونها. الله. وارجع لها بشوقي الاخرس للكلام، ومنيته ينطق كلمة ويسمعونها. السالفة أكبر من جرح قلبك كبير. الله. 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 السالفة أكبر من جرح قلبك كبير، ومنه كمل خايف تملونها. الله. القلب كل ساعة يطفح غير ويغير، وعليك من الهوى يختنق. ويغير. شو تحسين من تمشين ويغير، شخص ونجار اللي توفرك بدي. الله. الله عليك. الله صادق. عوض على الله. مالوم يا اخويا مالوم. الله يساعدك والله. تعدي ان شاء الله. لا ما ردت تحدي. بس حقيقه صادق، البارحه من نزلت بوست على الموضوع، يعني اكو ناس يعني عندها ضجر من هذا الموضوع، قالوا كافي صادق كافي صادق، او قسم من الناس يعني هو ما نقول اتهام، بس قالوا صادق هو يتعكز على هذا الموضوع، انه شاعر، هو شاعر ولازم تكون عنده تجربه شامله بكل ميادين الحياه بكل مواضيعها. فعلا كلهن موجودات. اي، فقالوا بس يعني تركز على هذا الموضوع. انا اقول لك ليش. الناس حقها. اي. حقها شلون؟ انه التواصل الاجتماعي بالنسبه للفيس واليوتيوب بدا بهاي الفتره، اللي هو صار من ضمن فتره الانتقال اللي انتقلتها. اما الانتاج القديم الناس ما سامعته. صح. فحقا من تقول انه صادق متعكز على هذا الموضوع. لكن اذا ترجع
يعني انت كمنجز، المنجز القديم عندك متناول كل المواضيع. حد الان انا بالفتره الانيه بعد ما انعرفت يعني قالوا مو المفروض يغادر الموضوع؟ لا، جاي اكتب الحسيني والوطني والوجدان بصوره عامه. بس اللي ينتشر ليش هاي الناس؟ ايه. اغلبيه المهرجانات اللي احضرها هي تكون طلب من الجمهور. بالضبط. فماكو ما ينطيك اي مجال انه تقرا له جديد. القصيده الفلانيه القصيده الفلانيه البيت واذا داخل شايف. ايه. فما الناس حقها من تقول هذا الشيء، لكن طيب الجديد يعني يكون موقع يوتيوب، واحنا اتفقنا انه تقدر تصدر من خلاله. انا من النوع اللي ما يسجل. ليش؟ بعد شنو السبب؟ يعني مقصود لو لا مجال لو ماكو؟ لا مو شنو؟ لا مو مساله ماكو فرصه، لكن احب القصيده توصل من خلال المهرجان. وجهة نظر ممكن تكون غريبة أو مختلفة عن ما أدري بعد هي زينة مو زينة ما أعرف، لكن هذا اللي بداخل. أوكي، نروح فقرة فضول. أول سؤال بفقرة فضول، بطاقتك الشخصية. بطاقتي الشخصية صادق علي الجهلاوي، المحافظة ذي قار، قضاء الشطرة، مواليد 1986، متزوج. نعم. ولاد شيء نيان؟ الحمد لله عندي ولد 3 وبنات 2. ما شاء الله. الحمد لله. 5. اي لا 5 عندي. ما اريد اخوض بتفاصيل اكثر، بس يعني القصه اللي عايشه وشلون مراهم الوضعيه يعني. وضعية صعبة طبعا، هي تسمح. وضعية صعبة فعلا، لكن قدرت انه تفهم الوضعية بصورة كاملة. هاي نعمة من الله كلش. هذا شيء مو نادر يعني. جدا نعم. وانا يعني يجوز حتى مستحيل. نريد نعرف قصة السبحة. السبحة هي ما بيها قصة. لا بيها وهرجونا هرج عليها بالانستغرام. انا توقعت هذا السؤال، لان اغلبيه الاماكن يسالون شنو قصه السبحه. لكن هي السبحه ما فيها كل قصه، انه من طفولتي احبها. والله كل مكان احبها. هي عاده وفتشي تقتني دائما. اي دائما. فصعدت بها اغلب المهرجانات، فصارت تسال عندي. انه دائما لك السبحه لك شنو قصتها؟ ما وراها فد سر معين؟ لا ماكو كل سر. هواي سئلوا عليها. صادق، كل انسان ينعرف تبدي مجموعه، خلينا نقول ما نقول يعني شعراء او ناس ذائقه، تبدي تدور وراه. اكو من ينزعج من كتاباتك؟ والله قدامي ما اشوف، لكن وراي ما اعرف. يعني ما واصل لك خبر؟ ما لا الامور طبيعيه. لا الامور طبيعيه، لان انا ما من النوع اللي ما يحتك دائما. حلو هذا الشيء. هو الاحتكاك يفيد بالكتابه، لكن من تبتعد تخلص من هواي مشاكل. تخلص من هواي، فانا مبتعد. ممكن تخلي تواصلك وياهم حلو طبيعي، مو شرط ملتقى يومي يعني، وهم كلهم اخوتنا، احنا ما نحمل لهم. لا الحمد لله. لا الضغينه ولا الكره. الشهره عوضتك عن القصه اللي عايشها؟ صح تقريبا. عوضتك. يعني جزء انطتني مجال انسى. يعني ابتعد عنها. خلت مساحه كبيره عندك. الناس دخلت بها تواصل شيء اكيد، لان هذا محبه الناس نعمه. اكيد. والله سبحانه وتعالى من ياخذ منك شيء اكيد يعوضك بشيء. اكيد. فهاي نعمه نعتبرها. صادق، تتمنى يا شاعر يصفق لك؟ والله مو، احنا كلتنا الشعراء بخيالنا حتى من تكتب، وين كان قصيدة عاطفية لازم اكو شاعر ببالك تتمنى القصيدة تعجبه، تتمنى حاليا يعني بأي وقت؟ لا اقصد يعني بهاي الفترة هاي. عريان. عريان تتمنى يكون بمهرجان؟ اتمنى انه اقراه وهو موجود. اذن حفلات التخرج والمهرجانات
اعطيني الفوارق بينهن بالماده الشعريه والماده الفلوس. لا، المادة الشعرية اي المهرجان تحسب له حساب اكثر. طبعا شيء، اي لأن المهرجان والجمهور يختلف، وشعراء اللي وياك دائما أغلبيتهم يعني شعراء أسماء موجودين، فتحسب للمهرجان. وإحنا ماكو واحد فينا من يروح للمهرجان ما يفكر إنه يحب. هذا مو تقليل من يعني حفلات التخرج، لا لا. الناس اللي تحبك واللي تريدك بالاسم. لا، أنا جايك للحفلات، لكن أقصد لك التخطيط اللي يصير للمهرجان. اها. لأن أغلبية الحفلات التخرج ما بها تصوير، ما بها تصوير، ماكو ما ينزل توثيق. ايه. فتقدر انه اللي تقرا هنا راح تقرا هناك، تلبي طلب. لان ما حد سامعه. ايه. لكن المهرجان لا، المهرجان يختلف، يعرفون شكل حرف كاتب. الشيء اكيد. اها. فاكيد يختلف. والماده. لا، الماده حفلات التخرج اكيد. شويه راح اختلف وياك. حفلات التخرج تلقى الناس يعني اللي تحبك وبس. فعلا. اي المهرجانات تلقى ذيلي دور. وايد دور. فشوف ايش قد فرق انه مكان تقرا مرتاح تبيه، بعيد عن اي اشكال وبعيد عن. لا، صح، حفلات بس انت بيه. ها؟ صح، إيه بس بالضبط. اغلبيه بالضبط. اذا نروح للسؤال السابع او الثامن، واريد نعرف ابناء جيلك منو؟ ابناء جيلي شاعر كرار العبودي. حلو. احكي لك على مستوى الشاطره. زين. الشاطره نخلص من الشطره احكي لي على مستوى المحافظه او الجنوب او حتى العراق. كرار العبودي، غزوان الزيدي، حسن البدري، ماهر الجاسم، محمود البدري، سيد عماد الموسوي، لؤي العبودي، اللي يحضروني طبعا دول اللي داخل الشاطره. نعم. الناصريه بشكل عام. الناصريه حيدر الموسوي. الله. ايه، حيدر الموسوي، رياض الحار. عباس العبادي. الله. فاللي جاي يحضروننا حاليا. ومستوى العراق؟ مستوى العراق ما اقدر احدد اسمه، لان تعرف اي اكو فرق، وما كنت يعني اكو تواصل مع بقيه الشعراء حتى اعرف انه هذا جيلي او مو جيلي. هو يعني الجيل مو شرط انه يكون صديقك او كذا، لكن هو زمن طرحتوا بابداعكم سويه، يجوز احتكيتوا انا يعني اللي شاركوا وياي نجوم الشعر، يعني انه حضرتك استاذ رائد ومالك الحمداني من سوق الشيوخ، وحسين علي عامر، بشار العقيلي. الله. لؤي عدي جليل كان فعلا. فدول اللي من الشعراء الشطره اللي ذكرتهم تحفظ لمن؟ احب اسمع الكرار. حافظ له لو بس تسمع؟ حافظ له. سمعنا شيء الكرار. ابو ضياء تسمع لك. اي اثنين ثلاثه على راحتك. كرار يقول شمس ما كنت فوقك لا كفيلك، طلعت ما وفى هالسيل، لا كفيلك اشتضن صعبه من عوفك لا كفيلك، ابو فاضل فلا تصعب علي. الله. امتون ما دريت خلعاها زمان ومن رداه، الله خلعاها، ترى جفاكم بوجهي خلعاها، الى اعمل ما يوجه صفن بي. الله. ما تدري بزمان وين خذاني، وعليك ادعو بصلاتي. وين خذاني؟ ايش كثر يحجون عنك وين خذاني، لاختها تعبر كلماتي. الله. الله كرار شاعر مبدع. هي تحياتنا لاكيد كرار العبودي من الاسماء المهمه. مكان ترتاح من تقرا الشعر به؟ البصره. قضاء الزبير بالتحديد لو لا الولايه؟ البصره بصوره عامه. كل مكان انه اكون مرتاح. حلو. اغلبها ناس ذاقت شعر ويحبون يعني اللي يجيهم اللي يعتنيهم. اكيد. اكيد. تخيل نفسك بالبصره واقرا لنا قصيده ختام الفقره فضول. اصورك بنص الجفن حطيته، شماي بردا بالدمع غطيته،
النخلة ذا هزيتها الذب العزيز وانا فكسوهن وما ذبيت. الله الله. اصورك بنص الجفن حطيتها، فشماي بردا بالدمع غطيتها. النخلة ذا هزيتها الذب العزيز وانا فكسوهن وما ذبيتها. لابس النظارة مو قصد اشوف، خايف على صورك وضميتها. قلبه ياخذني لطريقك والجدام يوقفن واقنحن ومشيتهن. هي بعد الطايفة ارد اخلي مرايته بوجهه وقفاي، وارد اشوف بالظهر خليتها. الله. هي بعد الطايفة المنعت نجيك. الله. هاي بعد شبابهم بالمضيف. كنت اظن حظ وبخت عدة شبير، ليش قالوا كان قصدك مو شريف؟ واقف بعين الله بس ما احس بيت، يوقف بصدر الهوى شي مو خفيف. لابس الدنيا ولبس وجه التراب، وقاموا يصيحون ذاك المو نظيف. هي لو ما هالنداول بالجبين كان ما ظل يتكاتن الرجيف. ودار حول الثانية وما ملتقي، وانا كنت اللامعة وتضوب سماك. ايامهن بليالهن ما مستراح، مفرفح ولا غمضت لحظة بجفاك. الله. وخاف ترجع موش تصفى لو لقيت، عيوني صار نبيض كلش من وراك. الله. الله عليك. مبدع، واكيد راح تعجب هالبصره. قصيدة كانت بمثابة اهداء لهم. اي طبعا اكيد. بعد فترة نجوم الشعر، موقفك من المسابقات، يعني حتى قبل فترة ظهورك بالسنة الأخيرة نقول، هو صارت مسابقات شعرية، ليش ما شفناك بيها؟ أنا المسابقة الوحيدة اللي اقتنعت بها هي نجوم الشعر. فعلا. هاي الباقي المسابقات ما اقتنعت بها؟ الأخيرات يعني بالنسبة لشعر الحياة ما أعرف، أو شاعر الحياة، شاعر العراقي. الشاعر العراقي لا، شاعر العراق اللي تقصد به قديم، مو هذا شاعر العراقية حاليا. شاعر العراقية القديم، هذا شاعر العراق الجديد. لا، شاعر العراقية. شاعر العراقية قدمت انه اريد اقدم للمسابقة، لكن الشان اني نقلت من اتحاد ديقار على اتحاد بغداد. وبقيت هنا. من ردت اسجل قالوا نسجلك من بغداد. قلت لهم لا، انا من ديقار. تعرف عنصرية دم. وانت لا، مو شغلة عنصرية، حتى هناك ناس اكيد راح تتهمك. اي مو انا يعني اليوم مثلا راد فتيان يطلع شاعر من الناصرية، راح تظل بقلوبها. انا منين خايف؟ انا خايف من الاتهام. اي ما قبلوا. رحت اقدم على ديقار، قالوا انت هويتك تقرا بغداد، نظمت بعد على بغداد، نط الاحقيه للموجودين بالاتحاد. فهاي المسابقه اللي ما هاي اللي قدمت عليها الوحيده. بالضبط. ما صارت. زين البقيه يعني حسيتك ما مقتنع بيهن؟ اي ما مقتنع. شنو السبب؟ يعني ما شفت بيهن انصاف للشاعر. اي نعم. من يا ناحيه يعني انا من جانب اللجنه ما مقتنع. يعني لازم اللجنه تكون يعني مستواها اعلى او انا اكو بعضهم من اشوف اسمه وياي بمهرجان ما اروح للمهرجان. شو عليك؟ هاي بعد شو لك علاقه؟ يجوز شيء مزيه، لكن اقول لك يجوز شيء. رجال تقرا قصيدتك مع الضيف اللي وياك بعد. بعد يعني انت هم يعني حساس من هيك. اي يعني مثلا انت تحب الشعر لدرجه انه ما تقبل اللي يشاركك فيه انسان انت ما مقتنع مثلا. اي فعلا. شلون الكتابه عندك؟ غزاره عندك بيها بكثره تكتب؟ اي. يعني بفتره كلش قد تثمر عندك قصيده؟ يعني قبل هاي مال حفلات التخرج، لان هاي هسه صار فاصل اعتبارا. يجوز يعني بالشهر يجوز اكتب 2 ما شاء الله، ويجوز ماكو مرات. لكن اللي متهم بالكثره الكتابه. خوش لعد عندنا فقره قصيده لم تقرا. اي فعلا، حتى ما كامله بعد فيه. يلا نسمع لنا قصيده لم تقرا. مدروحك مدروحك بروحي الملاقه برد. الله. من غير حضنك ما حلال دفء. المو حلوه بيك تريدنا ومستحي. قلت لك تعال وقلت لي ايه بس شكو. افرش احساسك خل اطيح الندى.
ودور بروحي وخذ كل شي حلو. الله. المشكلة شي مشتهين وخفت، غمض عيونك هي ساعة لا، يا مدغدغ القاع بثقل مشيتك، خف رجلك على القاع لا تلجم، يا خبزة من تنور وادم عرب، الله. مقسبة ولذيذة شلون ما تمثل، الله. وجهك قباله ما يقص الطبر، إيه. بس أنا أدري بداخلك مبتسم. الله. الله عليك. القصيدة ما كاملة لكن حبيت أقراها لأن بعد اكو شيء جديد وياها منا إيه. طمعين. ايه. تلاقينا دمع وعيوننا اللي يحجن، وبكينا الكل وقت بجفوننا يطلقن، ونسينا القاسم الله وفرفحينا قلوب، وتبادلنا الهوى ورياتنا يشم، وسولفنا بكثر ما شايلين احساس، بقد ليل امهات الولد من يدها، ودرنا وجوهنا ديرة قفا الجناز، ثقيلة جدامنا وقلوبنا الخفن، اش ما نبتعد خطوة يسوم رنا خدود، اش ما تبعد النجمة خدود هي لمعنا، وبوقتها اش قد كنت محتاج للوجهين، واشوف اش قد سوالف بالظهر ضلن، واشد حيلي والم الطايحات متاع، ورافق ذكرياتك وين ما يرحم، وقابل صورتك حد ما يموت الليل، وشبح رسومك قبل لا يعمل، وحزم خاطري مكسور وميتم، وقل له الوردة ذا ما تنقطع تنشر. الله. الله عليك. الله عليك. مبدع كنت. من الشعراء القلائل صادق اللي تبدع بكتابة القصيدة الأبوذية، وعندك غزارة بكتابة الاثنين. فنريدك تحكي لنا عن هذا الموضوع. ليش يعني دائما يقولون بالفترة الأخيرة حتى قاموا يقولون الأبوذية صار اختصاص بعد تنطب بعالم الأبوذية، وظل تكتب بس أبوذيات. لا هو شوف يا أستاذ غاد، هو الشعر شعر في كل مكان أكيد، لكن أنا هذا اللون أحبه، لون الأبوذية. أغلب الشباب الناصرية يحبون، أحبه بكثرة. أي. ف بديت إنه أحاول بيناتهم، يعني ما أفرق لا بين الأبوذية ولا بين القصيدة. ومرات إذا أكثر من كتابة أبوذية وماكو قصيدة أوقفها. أوقف الأبوذية لما لحد ما. حلو، توازن. أي توازن. أكو ناس ساءت للأبوذية؟ لا ما أعتقد. يعني اليوم من يكتب، من شاعر يكتب الأبوذية يعني بطريقة سطحية. هي مو شرط، كل من تحكمه بيئته، كل من يعني حسب اللي يدور حوله. انتوا الأبوذية تعتبروه فلاحتنا والله فلاحتنا. ما تقبلون؟ لا فلاحتنا والله. بالمناسبة بنروح للناصرية ما أقرأ أبوذيات بصراحة، يعني مو على فد شيء، يعني أحترم الطريقة اللي تكتبون بها الأبوذية، فأشوف إنه قراءتها انتقاص يعني. لا بصراحة كلش استمتع يعني. جاي يجون طبعا شعراء ويقرون وأبوذيات تخبل، لكن كشيء عام لا. أريد فد مجموعة زينة من الأبوذيات. قل وحق المنخزر تحدى بالماي، وحق المنخزر تحدى بالماي، وقف ما عبر هذا حدى بالماي، جفوا كل سيف بايج حدى بالماي، وترك من كل كتر زنجار بي. الله. وحق الكلموا بالمهد وانطاق، بوجودك كنت تطيق الناس، المصايب قمت منها انشال، وانطق منهد ما رحت واستطمعن بي. الله. الله. بحقد شف القلم على الورق ملا، بسبب لن اليود القلب ملا، لصحت بيه هلا بوقت الضيج، ملا هلا بوقت النفاه يصيح بي. الله. يمن شفع لشفك لاق، شبشة جفيت وما دريت الجفن، بغيابك للمصايب صرت شبشة كبيرة والصغيرة تطيح. الله. عيده. الله. الله. يمن تشفع لشفك لاق، شبكة جفيت وما دريت الجفن، الله. بغيابك للمصايب صرت شبكة كبيرة والصغيرة تطيح بي. هفوت الغير حزني ما هفالي، وادور على فالي،
الأمس هف لدي ما هفالي وسنة يهف على نار السرت بي. مو بهداي وانقلب وانا حيل عليكم والجسد راقد. اللي يطيح تصيح لاسم الله وانا حيل طحت من لاقم تصاحوا علي. الله 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 عليك. أعنه وما يفيد القلب عناي يغافلن ويهج بالليل. اللي يسمع صوت واني يروح عناي يقل اسكت وانا اللي يستلذ بي. الله الله. الخذاركني يا لاهي ما تركته وندري الذي عينه ما تراك. لو ان عاصيك يلا ما تركت عدل وانا النفس مقطوع بي. الله. صوتي صوت وصوت محبوب شحطين بكي وفرفح جنح قلبي. يا لا هدري ذنب لكن شحطين تسوي لك شبه للقطع بي. الله عيد الله. الله عليك. صوت وصوت محبوب شحطين بكي وفرفح جنح قلبي. يا لا هدري ذنب لكن شحطين تسوي لك شبه للقطع بي. الله. بعد إذا واحد قفل لنا الأبو ذياد. دعيت وما شفت دعوة لبتها. يا لا وروحي ما كفت تبتشيني لو نابت. الله. لبتها رتك من البروح ضمني يدفيك لو حسبرت حضني. الله. ما حسبيت يخيب ظني وصرتي لي من الموش ريال. لا سايس ولا ربع خيال. الله. ابن القضاها يغسل دلال ويلي. وترد وتسولف النوبة لبتها ورد ويرد هو الله يضيج بي. الله الله عليك. صادق، شلون تتعامل ويا الناس اللي تعاديك بالشعر؟ ولا تقول لي ما عنده اعداء ولا لا اكو. اي لكن انا لساني حاد. ها حاد كلش ليش قوي. احنا ان شاء الله ما ردك حاد. اي فقلت لك انه جوابي له هو يكون قصيده او بيت ولي. دائما. اي دائما بالابداع. اي لكن احكيها بصوره عامه بس هي توصل الفكره. اي تحس انه المشاكل الشاعر اللي يلتهي بيها يبتعد عن القصيده وعن الابداع؟ فعلا اكو هواي شعراء يعني ياخذون وينطون بالمشاكل. اي لذلك انا اسمع واعوف ما له علاقه. تعطل. اي ما له علاقه. احسن شيء تسوي هذا. اي لان ما مستعد التفت. اكو قصيده رد على هذا الاساس او قد يكون رد ابداعي يعني. لا انا كتبت تقريبا 3 أو يلا سمعنا واحده. جيت وشايل من احساسكم غيظ مرقد حيلي ومتعب لي المتون. جيت وراح اسولف كل شيء للناس واتمنى بعضهم ما يزعلون. عن حاله جديده تبشر بسوء وتضر القصايد واللي يكتبون. الله. انا مو ضد اللي تصيحون لله بس ضد الكذب قاموا يصفون. الله. الشاعر الخمسه يجيب وياه قل له مهرجان ما يكفون. يسموه الخالات مو؟ قل له يجيب 10 يجيب 20. لا عيد القذى. الشاعر الخمسه يجيب وياه قل له مهرجان ما يكفون. خله يجيب 10 يجيب 20 المهم من يقرا لازم يقلب الكون. وذواقة القفشه بهاي الايام من نقرا قصايد لا ينقدون. متى نقاط صرتوا يا مساكين امس وانتم مروكب ما تعرفون. الله. انا بعازه اللي يفهم حالتي اليوم ما محتاج اعيد والله وشلون. الله الله. انا كاتب قصايد وانشد الليل الاول ياها عندك باللي يسهرون. الله. الشطر لو مرنا حس بالروح شيطان ويكسر خاطره وما قل له ملعون. وجسدنا بقصيده تريد جمهور يصح المات وتقعد اللي ينامون. الله. واذا تسال جديد ايش جايب وياك جديد هواي بس قله اللي يسمعون. الله. الماهر كل وقت بالشعر يمهور مثل صياد عاش سنين يمهور وعلي ما منتظر تصفيق يمهور لان قنعان بالمقتنع بيه. الله. هو تقومه ودلحقوها يا هلها فشلت جفن دمعاته يا هلا. اليهال تمادت وغثني يا هلها فروخ انفاس ويعيلون بي. الله. الله عليك. الله. تدري وقت الحلقه مر بسرعه يعني خلصت. تصدق يعني عندنا يعني 3 دقائق ونص
وطمعانين ناخذ منه قصيده مسك ختام. صدق مرت ساعه بدون ما ادري المخرج نبهني. قصيدة بالحلم من الذاكرة طبعا على راحتك. بالحلم كل لحظة أشوفك، بالحقيقة شلون أعوفك. أنت أول واحد يمس نار جفه وبيده تطفى، وأنت أول واحد بدرب القزاز يخلي جفه. أنت شفة، أنت مو شفة جرح، شفة حبيبة، ومن تمر يعني مصيبة وتنكتل عنده مصيبة. وأنت لو مرة بدرب نتفيوت سكتة تنحفظ آثار جدمك، والطريق يردد اسمك مو أثر على القاع تارك قسم كان حاشي له نكتة. يا هو أنت بكتة، أنت صوت الجنجرس من عند بكتة، وأنت أول واحد يطبني بفرحته. أنت دمعة جرح من وشلة نزيف، صار كوما سنين يتألم سكوت. وأنت مالك بيت تسكن بيه أكيد، لأن بيتك قلبه حاكى العنكبوت. وأنت حتى سنين عمرك ورقة بيضة، ورقة بيضة مزاعل أقلام الحبر. وأنت كي شفت الصفر تتبع ناس رغم ما يعني بوجوده، قمت ترفض بالورق حتى الصفر. وأنت بدرو بالوهم شفتك كيان، والجفن دمعاته خلصان. مرة يزعل، مرة يرضى، مرة يصرخ يا مكان يا مكان، وقلبه وجروحه خريطة، وحيل أذن جروحه. ومن يمر بالبال ذكرك جرح وحده يروف روحه وينخلق لجنة مكان. يا مكان العين منبحها محيط، والدموع قبالها انقلبن شواط. وانا مثل الجرف يابس والنهر طبعه غرور، ولأن عزة نفس عدة تحملت من تلقواطه. يا مكان والسهر عالم جفن دربه خيال، وانا بيام السهر ما شفت لذة، وهي اجمل لذة بيام السهر. والوقت دمعه مناجي حصت شوفي، وبسمة شفاف الغميقة، وقمت اخاف من المطر. يا مكان انت ما تعرف شنو بالنسبة لي، انت لي بكبر شوقي يدور بي. انت قاضي وانا معناها قضية، والقضية اعدام اهون لو تكون. انا يوميا اعدم الله خطية، انا يوميا اعدم الله خطية. الله عليك. كنت مبدع بالحلقة وموفق. الله يخليك. مثل ما توقعنا. بالنهاية شو تقول بشكل مختصر؟ بشكل مختصر، شكرا لحضرتك، شكرا للكادر، شكرا للسادة المشاهدين. أتمنى كنت خفيف الظل أكيد، وأتمنى بما بالمستوى المطلوب بالنسبة للسادة المشاهدين طبعا اللي منتظرين هاي الحلقة من زمان هم. أكيد أكيد. وأشكر كل تقريت بروحك وإحنا سمعنا روحك. الله نورتنا يا صادق وممنونين من تسلم عندك. روحك الغالي. ذا المشاهدين الكرام وصلنا لنهاية الحلقة، انتظرونا الأسبوع القادم وضيف آخر. كان معكم بالإعداد والتقديم رائد فتيان، وبالإخراج المايسترو صلاح إبراهيم. في أمان الله.